مساء الخير عليكم واهلا ومرحبا بيكم اعزائي اطباء الاسنان. النهارده جاي اقدم لكم سلسله حلقات نينجا دنتس، ودي حلقات هنتكلم فيها عن كل ما يهم طبيب الاسنان بعيدا عن طب الاسنان نفسه. هنتكلم عن حاجات بيحتاجها جدا طبيب الاسنان ومش بيدرسها للاسف في كليه طب الاسنان، حاجات ما كانش الطبيب بيحتاجها زمان بس اللي كان بيتقنها كان بيحط نفسه في حته محدش يقدر ينافسه فيها، وحاليا مفيش أي غنى عنها لأي واحد عايز يمارس المهنة وسط سوق مليان بالتحديات والمنافسين. من الآخر هخليك دكتور سنان بس إيه؟ نينجي. هنتكلم سوا عن حاجات زي تسويق العيادة وبناء البراند الشخصي بتاعك كطبيب، مهارات التفاوض وإدارة المريض، إدارة العيادة وتنظيم الشغل، تنمية مهاراتك كرجل أعمال. عشان كده عايزك تعمل متابعة ولايك وشير الإضافة المفضلة وادعمني عشان أقدر أستمر وأقدم لك كل اللي أقدر عليه من معلومات مهمة بالنسبة لك، وعشان تكبر أسرتنا ببعض سوا. ولو في أي حاجة عايز تتناقش فيها أو عندك أي استفسار سيب تعليق فيه سؤالك وإن شاء الله هنرد عليه. وإلى اللقاء في أولى حلقات نينجا دينز.